في مخيم البرج الشمالي لا تقتصر أدوار الأندية الرياضية على الملاعب، بل تمتد إلى مساحات إنسانية، حيث تتحول المبادرات الشبابية إلى جسور دعم للعائلات الأكثر حاجة. اليوم احنا في نادي النهضة مستمرين بحملة توزيع الطعام للسنة السادسة على التوالي، إيمانا منا بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا في هذا المخيم. اليوم احنا عم نوزع الوجبة الرمضانية، هي وجبة عبارة عن 2 كيلو دجاج ني وكيس بطاطا 10 كيلو. طبعا احنا بنستهدف العائلات الأفقر، طالما لأنه الدعم جاي قليل هاي السنة، فبنخص بس بالدعم العائلات الأكثر فقرا. طبعا هنا لا يقاس العمل بحجم السلال فقط، بل بما يحمله من معنى التكافل وبشعور الناس بأنهم ليسوا وحدهم. كل نادي رياضي لازم يكون له بصمة خاصة بالأشهر الفضيلة أو بالشهر الفضيل، لازم يكون له بصمة تجاه أبناء المخيم، تجاه العائلات الفقيرة والمحتاجة. ورغم التحديات الاقتصادية يواصل المتطوعون جهودهم، مدفوعين بإيمان بسيط بأن الخير مهما كان محدودا قادر على أن يصنع فارقا. أنا كمتطوع في نادي النهضة الرياضي بالعمل الاجتماعي اللي عم بعملوه، أنا فخور جدا بأني أنتمي لهذا النادي أولا، والشيء الثاني لأني فلسطيني وأنا في مخيم اللجوء، أحب مساعدة العائلات المتعففة في المخيم، وأشكر كل أصحاب الأيادي البيضاء على هذه المبادرة القيمة المستمرة للموسم السادس على التوالي، الذي ينظمها ويتبناها نادي النهضة بمساعدة أعضائه المغتربين والحاضرين في المخيم وبكل أنحاء العالم. في رمضان تبدو هذه المبادرات أكثر من مجرد مساعدات، إنها رسالة تضامن وصورة من صور المجتمع حين يتكاتف ليحفظ كرامة أفراده.